كل اللي اتقال اشاعات. انا وتوتي اخوات، صح يا توتي؟ تم الصلح. لا والله. هو انت بتغيظيني؟ خلاص كده. نعم. ايه ده يا نور عين مامي؟ يعني من شويه كنت هتخليها تاكل العصافير ودلوقتي موقعه الرمل على الارض وموقعه الدراي فود على الارض وانت سايباها كده؟ لو سمحتي توتي تعمل اللي هي عايزاه. وايه الهزار ده؟ طب وبعدين؟ طب مين هينضف الكلام ده؟ انا يعني مقشه بقى وظروف وتغرق الدنيا كلها بيه. يا سلام يا جماعه على فرحتي ان توتي عملت كده، لان كان دايما بيبقى فيه حاجات كده بسيطه في الارض وفي السجاده عايزاها تطلع، ويسر جابت بقى ايه مكنسه مايديا الريشه، عجبتها من جروب اسمه الهانا ستور، ده بتاع مدام امل. مدام امل بتستورد كل الادوات الكهربائيه من الخليج وهي يد اولى، يعني هي مش يد تانية ولا تالتة فهتزود عليكي السعر. يا ريت تدخلي وتشوفي بقيه الاجهزه الكهربائيه اللي عندها، هسيب لكم كل التفاصيل في الكومنت. هي فعلا يا جماعه اسم على مسمى وريشه، وانا مبسوطه ليه؟ لان دايما الارض كان بيبقى فيها تراب صغير كده عايز مكنسه يعني تشفط بدقه الحاجات البسيطه دي. هقول لكم بقى كل حاجه بالتفصيل. هي اسهل حاجه شفتها في الدنيا، وعلى فكره سعرها رخيص جدا. هي على فكره الفتره محدوده عليها خصم، هي المفروض انها ب 3000 ونص، عليها خصم بقى ب 3300 عشان الناس اللي بيقولوا لي انا هو مش سر حربي، اديني بقول اهو. ويا جماعه خفيفه قوي وجميله قوي وبتشفط اي حاجه وكل حاجه. عايزه اقول لك بقى انها كمان للستاير، بتنظف الانتريه، بتنظف الالوميتال، بتنظف كل حاجه. طيب ايه اللي في الارض ده بقى؟ اللي في الارض ده سواء كان مناديل او كان فشار او كان اكل عصافير او اكل قطط او اي شيء بتشفطه او رمله او اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، سواء للسجاده او للارضيات. انتوا شايفين الحاجات بتتجمع ازاي وبتتنطط ازاي جواها؟ بسيطه قوي فوق ما تتصوري، وبتكنس الارضيات. طبعا انت بدل ما تكنسي وتجيبي مقشه وتجيبي جاروف، هي بتقوم بعمل المقشه والجاروف سواء للسجاده او للارضيات. وبعدين يا جماعه عايزه اقول لكم بقى انها كمان لو انت عندك مثلا تحت كرسي تحت كنبه هتدخل بسهوله جدا، لان زي ما انتم شايفين هي قد ايه حجمها صغير وخفيفه زي الريشه، وقوه شفطها رغم انها خفيفه كده الا انها قوه شفطها عاليه قوي. طبعا يا جماعه مايديا توكيلها متاح في جميع المحافظات، يعني لو في اي حاجه في اي وقت تقدري ترجعي للتوكيل في اي وقت. عايزه اقول لك فكها وتركيبها بسيط ازاي. احنا فتحناها زي ما انتم شايفين كده، يسرا هي بتنضفها، وطبعا ولا كيس بقى ولا الحوارات بتاعه المكانس الكبيره دي، بتشيليها بقى وبتنضفيها كده. وطبعا ممكن تنضفي القطعه اللي في ايد يسرا دي تحت الحوض، بس تبقي طبعا ترجعي تنشفيها وتركبيها تاني، الموضوع سهل قوي. تعالوا بقى اوريكم بقيه عمايل توتي. يعني هي مش بس وقعت اكل العصافير واكلها وشقيه وعماله تجري وتتنطط، هي كمان اي مناديل بتشوفها بتقطعها. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، ده بقى لو مناديل او لو ده فشار او لو ده اي حاجه من اي نوع، بس طبعا مش القطعه اللي كنت بنضف بيها الارض والسجاده، بالقطعه الثانيه هوريها لكم حالا اهو. يعني انت دلوقتي قطعتي الدنيا في الاخر راحت تقعدي مش عارفه اقول لك ايه والله، ولا كانها عملت حاجه. انا هفك الراس بتاعتها دي بتاعت الارض والسجاد وهركب القطعه دي زي ما انتم شايفين كده، واتفرجوا بقى معايا على السحر. شايفين؟ طبعا انا مش عايزه اقول لك بقى ان لو ده الانتريه نفسه مش نظيف، حضرتك هتخشي في ثنايا الانتريه وتطلعي اي تراب اي رمله اي حاجه، تشيلي الشلته وتنضفي من تحت الشلته. فطبعا انا بقول لك دي للحاجات الظاهريه. طب لو انت عايزه تخشي بقى جوه الانتريه قوي وتحت الشلت الحاجات اللي جوه قوي دي، حضرتك هتستخدمي القطعه السوداء اللي انا كنت ماسكاها دي اللي بوزها رفيع، وبرده القطعه المدوره اللي فيها فرشه دي للستاير. عايزه اقول لك جميله وسهله، اصلا انت مش محتاجه ان انا اشرح لك، انت لوحدك هتلاقيها سهله الفك والتركيب، وانت لوحدك هتفهمي القطعه دي بتاعت ايه. تقدري تنضفي بيها كراسي العربيه، تاخديها معاكي في السفر تفكيها كده وتحطيها في كرتونتها، ما بتاخدش مكان خالص، بتحطيها بقى كده على اي جنب ما بتاخدش مكان، وسلكها طويل جدا 4 متر، تقدري حضرتك بقى تتمشي بيها في كل المكان عندك، بقى بتقفليها كده عشان تركنيها. سهله وبسيطه ورخيصه وجميله وفعلا هتعجبك جدا. وهسيب لكم كل تفاصيل جروب الهانا ستور، وزي ما قلت لكم هي يد اولى مش بتستورد من حد، فهتلاقوا الاسعار جميله وعندها اجهزه تانية كتير. كل ده يطلع منك؟ بهدلي براحتك يا توتي ومايديا هتنضف بقى كده. طب تعالي خلاص، انت زعلانه ما مش انشغلتي فيكي عماله تجري؟ ما تزعليش، انا اسفه معلش يا حبيبي. كل اللي اتقال اشاعات. انا وتوتي اخوات، صح يا توتي؟ تم الصلح. لا والله.